السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكورة مع الشهر. وحلقة اليوم غادي نخصوها للحديث عن ملاعب الرباط الجديدة. تنعرفوا بأنه ملاعب الرباط الجديدة هي 4 ملاعب، ولكن بما أنه هضرنا بزاف على ملعب الأمير مولاي عبد الله، فغادي نهضروا في هذه الحلقة على 3 ملاعب. الملاعب المتوسطة ديال العاصمة الرباط: ملعب مولاي الحسن، ملعب البريد، والملعب الأولمبي. إذا تأكد الخبر اللي كنت نشرته تقريبا هذه شهر، فالخبر اللي تأكد ديال أنه المغرب سينظم الكان في 9 ملاعب. الحمد لله كنا استبشرنا خير وفرحنا بهذا الخبر. الفرحة كانت أكبر يعني من اللي طلعنا على الكتيبة والبي دي اف ديال الكاف المتعلق بالملاعب المستضيفة للأفكون القادم. البي دي اف اللي شاهدنا فيه التصاميم ديال الملاعب اللي غادي تكون في الكان، واهم حاجه يعني لفتت الانتباه ديالنا هي تصاميم ملاعب الرباط الجديده. طبعا ماش نمشيو في الجدل ديال انه هذيك التصاميم اللي كاينه في الكتيب ديال الكاف واش رسميه ولا ماشي رسميه. خليونا نمشيو في طريق ديال انه الكاف يعني في اي بي دي اف ديالها فهو تيكون فيه معلومات رسميه ومعلومات اللي لا غبار عليها. فبالتالي انا بالنسبه لي شخصيا فما جاء في البي دي اف ديال الكاف فهو التصاميم فعلا الرسميه ديال الملاعب اللي غادي تستضيف الافكون القادم. اذا كما قلنا غادي نركزوا في هذه الحلقه على 3 ديال الملاعب: ملعب مولاي الحسن، ملعب البريد، والملعب الاولمبي. التصاميم اللي شفنا والصور اللي شفنا في البي دي اف ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، اللي من خلالها كذلك عرفنا يعني التوزيع ديال الملاعب وغيرها من المعلومات. فالتصاميم يعني جاءت مبشره بالخير، وبزاف ديال الناس يعني عجباتهم التصاميم، خصوصا التصاميم ديال ملاعب الرباط. يعني نبداو بالملعب ديال مولاي الحسن، فالتصميم فهو ايقوني انسيابي، يعني التصميم بهذاك الشكل مستطيل. وحنا تنعرفوا وسلفا كنا طالعنا على التصميم ثنائي الابعاد ديال ملعب مولاي الحسن، اللي هو التصميم ديال الملعب فيه طابقين، ملعب مستطيل الشكل، والطابقين الاثنين فهما يشملان كل جوانب الملعب. فالتصميم ثنائي الابعاد اللي كان خرج في الموقع ديال الصفقات العموميه كنا طلعنا عليه منذ اشهر عده، فبين بانه الملعب غادي يكون التصميم ديالو زوين. الصوره المستجد تنعرفوا بانه ملعب مولاي حسن خرجت بزاف ديال التصاميم المقترحه المتعلقه به، التصاميم اللي فازت بالمرتبه الثانيه الثالثه الرابعه وغيرها. فما عمرنا ما طلعنا على التصميم الفائز. تعرفوا بانه تم الاعلان في وقت سابق على انه شركه ماي جروب المغربيه هي اللي فازت بصفقه يعني الهندسه او التصور المعماري للملعب. وبالتالي انا دائما كنت في تواصل مع الشركه عبر الانستغرام ديالها وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. دائما كنت نحاول نخطف منهم تصويره ولا جوج بالنسبه للتصميم، ولكن للاسف دائما تعرفوا حنايا بانه المعلومه في المغرب صعيب انه تعطى، ومن حقها الشركه ما باش تعطي معلومه ما تعطيهاش، لانه من المفروض انه صاحب المشروع اللي هو لانيب اللي هو الوكاله الوطنيه للتجهيزات العامه المفروض هي اللي تخرج يعني المشروع، صورة المشروع ونشوفوها. ولكن للاسف حنا تعرفوا بانه في المغرب دائما كاين تأتيم اعلامي. المهم ما نرجعوا لهذا الموضوع لانه هلكناه واستهلكناه بشكل كبير. فالخلاصه ديال القول هي انه ما عمرنا ما عرفنا التصميم الفائز ديال ملعب مولاي الحسن، حتى جا البي دي اف ديال الكاف. سبحان الله العظيم، جا البي دي اف يعني نهار قبل من القرعه ديال الكان بانت صوره. للاسف حنا دائما صوره وحده هي تتبان، ما تيبانوش بزاف ديال الصور باش ناخذوا فكره اكثر على الملاعب. المهم بانت صوره وحده ديال ملعب مولاي الحسن، صوره ديال التصميم الخارجي الملعب من بعيد. فيعني صوره كانت مبشره، والشكل الخارجي عجب بزاف ديال الناس، اللي هو شكل كما قلنا مستطيل وانسيابي ويتماشى مع محيط الملعب. وان شاء الله يعني يكون هذاك هو التصميم فعلا، وانا ان شاء الله عندي يقين كبير، لانه حتى التصميم اللي شاهدناه اللي حطته الكاف فهو يتماشى مع التصميم ثنائي الابعاد الرسمي اللي كان تحط في موقع الصفقات العموميه. اذا تصميم زوين، تصميم ناضي دايزو الكلام يعني على الطريقه الانجليزيه. وحنا ديما كنا تنطلبوا بانه تكون عندنا ملاعب من هذه النوعيه ومن هذا الحجم وبهذا الرونق، والحمد لله ملعب ديال 22000 متفرج على الطريقه الانجليزيه يعني غادي يكون في قلب مدينه الرباط. والحاجه اللي زوينه هو انه يعني الملعب يتواجد في يعني تجمع سكاني، يعني غادي يكون لاكسي قريب للجمهور انهم يمشيو ويحضروا ويتفرجوا. تعرفوا بان حنا دائما ملاعبنا كنا ديما تنمشيو تنبنيوها خارج المجال الحضري ديال المدن، على اعتبار الاكتظاظ وما تكونش مساحات شاغره في المدن. ولكن الحمد لله انه في الرباط كاين توجه اخر، توجه ديال انه نهدموا ملاعب
اللي كاينه في تجمعات سكانيه، ونبنيو في هذاك المكان، اللي كانت فيه الملاعب القديمه، نبنيو ملاعب جديده بتصاميم عصريه. تجدر الاشاره بانه ملعب مولاي الحسن رغم انه صغير، يعني 22,000 متفرج ماشي صغير، ولكن يعني يعتبر من الملاعب ذات السعة المتوسطة. رغم أنه ملعب متوسط ولكن راه عامر مرافق تبارك الله، فيه مرافق عديدة، يعني في كذلك على غرار ملعب الأمير مولاي عبد الله. ممكن حتى أنه نسميه بأنه ملعب مولاي عبد الله مصغر ملعب مولاي الحسن تبارك الله. فيه المرافق الداخلية، فيه بزاف ديال الأمور، فيه كذلك يعني الباركينغ ديال السيارات، وبزاف ديال الامور تتسهل عمليه الولوج والدخول وحتى الخروج من الملعب. نمروا للملعب البريد. الملعب البريد مقارنه مع ملعب مولاي الحسن ما كانش فيه داك التكتم بزاف. تعرفوا بانه كانت تسربات يعني صور التصميم الرسمي لملعب البريد، ولكن الجديد مره اخرى في البي دي اف ديال الكاف هو انه صوره اخرى من زاويه اخرى للملعب. وصراحه بيني وبينكم راه شتان ما بين الصوره يعني اللي كانت متداوله والصوره الجديده. هو نفس التصميم اكيد، ولكن الزاويه تختلف، وهذه الزاويه المقربه تتبين لنا حتى نوعيه الغلاف المعتمد ونوعيه التسقيف المعتمد في ملعب البريد، اللي هو بالمناسبه كما قلنا في مرات سابقه وكنت ذكرتها في احد الفيديوهات السابقه بخصوص ملعب البريد. كما قلت بانه الصورة الجديدة ديال ملعب البريد بينت لنا حتى المادة المعتمدة في عملية التغليف والتسقيف، اللي هي مادة PTFE الشهيرة. يعني المادة اللي شحال مرة ذكرناها وذكرنا المميزات ديالها بأنه تساعد على عملية مرور الضوء، وأنها يعني سهلة في الصيانة وما تتطلبش يعني تكلفة كثيرة مقارنة مع الزجاج أو مواد أخرى. فيعني ملعب البريد غادي يكون مغلف بهذه المادة. وفعلا يعني من خلال هذه الصورة بانوا تقاسيم زوينين ديال الغلاف، يعني بان بانه يعني حتى الغلاف فهو شبيه بما نشاهده مثلا في ملعب شتوتغارت او حتى ملعب الاليانز ارينا. يعني غلاف ممتاز. وشكل الملعب كذلك فهو ايقوني، وجا في منطقه راقيه، منطقه اكدال، يعني بالقرب من قاعه ابن ياسين وحتى من رابا سينتر. يعني موقع جغرافي وموقع رائع. وهذه هي حلاوه الكان القديمه، هذه هي حلاوه الافكون القادمه، هي انه الملاعب ديال الرباط جات في تجمعات سكنيه في احياء راقيه. يعني انا تنتخيل مثلا منذ الان التصوير الجوي للمباريات، يعني اللقطات اللي غادي تكون من الفوق غادي يبان لك بانه الملعب ملعب تصميم راقي، والمحيط ديالو ارقى من الملعب. يعني حاجه مفتخره وحاجه اللي مزيانه وكنا تنطالبوا بها ديما. وصراحة ملعب البريد لا يقل رونقا وجمالا على ملعب مولاي الحسن. بالنسبة للتصميم الداخلي ديال ملعب البريد حتى هو جوج طبقات على الطريقة الإنجليزية، فقط الفرق ديال السعة. وملاحظة أخرى هو أنه في طلب العروض القديم ديال ملعب البريد كان دائما الإشارة بأنه الطاقة الاستيعابية ديال الملعب هي 15، بعض المرات لقينا حتى أنه 16,000 متفرج، كان الحديث على 16,000 متفرج. ولكن المفاجأة الزوينة هي أنه الملعب يتسع ل 18,000 متفرج. وهذا تيبين على أنه الناس اللي شادين الطوسي واللجنه المنظمه ديال الكان فهي ضابطه امورها وحافظه صوارها، لانه كما تعرفوا هذا افطار التحملات ديال الكاف بخصوص الافكون، بخصوص كاس افريقيا، فهو تينص على انه الملاعب المحتضنه للكان في الجروب ستيج ما تقلش الطاقه الاستيعابيه ديالها على 15,000 متفرج. يعني في الاول كان المقرر انه الملعب يكون يعني يتسع ل 15,000 متفرج رغم انه دايز، ولكن تفاديا يعني ممكن لغات، ممكن انه يكون مشكل تنظيمي، فقرروا يعني المنظمين واللجنه المنظمه ديال الافكون المغرب 2025 انهم يزيدوا 3000 بلاصه. وهكذا يعني تحول ملعب البريد من 15,000 متفرج الى 18,000 متفرج. كما قلنا ملعب البريد حتى هو على الطراز الانجليزي الرائع، ما كاينش المضمار يعني بينك وبين ارضيه الملعب انت كمتفرج تقريبا 6 امتار الى 8، يعني ماشي مساحه كبيره. يعني الواحد يدخل يتمتع يتفرج من اي زاويه في الملعب، غادي تكون المشاهده ممتازه. وهذا ما يمكن يخدم الا المتفرج اللي اخيرا يعني غادي يبرد فلوس التيكيت ديالو. اخر ملعب معنا في حلقه اليوم هو الملعب الاولمبي. الملعب الاولمبي المجاور لملعب الامير مولاي عبد الله وحش الرباط العالمي القادم. الملعب الاولمبي كان تقريبا من اوائل الملاعب اللي عرفنا التصميم ديالها، خصوصا التصميم الخارجي وحتى التصميم الداخلي، يعني بانوا التفاصيل ديالو الكبرى بشكل كبير.
علاش؟ لانه في البيت بوك ديال 2030 ديال كاس العالم 2030، الملف التقديمي ديال المغرب واسبانيا والبرتغال، يعني كانت الاشاره للملعب الامير مولاي عبد الله، وبالجانب ديالو كان الملعب الاولمبي. تعرفوا بانه الملعب الاولمبي غير معني بكاس العالم، ولكن في الكادر او في الصوره الرسميه ديال الملعب الامير مولاي عبد الله كانوا مدخلين كذلك التصميم ديال الملعب الاولمبي الجديد في البي دي اف ديال الكاف اللي خرج. وبالمناسبه تنبغي نشكر الاخ محمد صاحب قناه 11 لايونز اللي تقاسم معنا وتقاسم مع المتابعين ديالو البي دي اف ديال الكاف، ومشكورا يعني. والاخ محمد من اطيب خلق الله، انه كاينين الناس اللي ممكن انه يقول لك انا نحتفظ بالبي دي اف وما نشاركوش مع المتابعين، يعني كاينين الناس الله يهديهم. ولكن الاخ محمد الحمد لله انا لا ارميه بالورود، ولكن الحمد لله يعني شارك البي دي اف مع المتابعين ديالو، شاركوا معنا، والحمد لله قدرنا حتى حنا انه نطلعوا على بزاف ديال الامور متعلقه بكاس افريقيا. اذا عوده للبي دي اف ديال الكاف، فالملعب الاولمبي عاوتاني بحال الملعب البريد كاينه صوره اخرى من زاويه اخرى للملعب. يعني ما يسري على ملعب البريد يسري كذلك على ملعب الأولمبي. يعني اكتشفنا جانب آخر من التصميم ومن الشكل الخارجي ديال الملعب الأولمبي. التصميم أو الصورة اللي تتشاهدوا أمامكم فهي الصورة ديال التصميم أو الشكل الخارجي ديال الملعب، التي تكون من عديد الطبقات وعديد أنواع التغليف الخارجي. يعني كاينه طبقه سفلى ديال التغليف، كاينه كذلك فوق منها مستوى اخر ديال التغليف، مستوى ثالث، حتى تنوصلوا لهذا المستوى الجميل ديال التغليف اللي تيبان بانه ما قدرش انه نجزم واش نفس التصميم هو نيت وفقط حيت خادوه من زاويه اخرى يعني تبدل علينا، او وقعوا تعديلات على التصميم. لانه الا لاحظنا في التصميم القديم او في الصوره الاولى المتداوله اللي كلنا تنعرفوها، فكاين قوس، يعني قوس مائل، قوس يعتلي الملعب على طريقه المويزس مابيدا في دوربان الجنوب افريقيا، وحتى كذلك ملعب الويمبلي في لندن، وحتى استاد الخليفه في قطر. فمن خلال الصوره الجديده يعني القوس ما تيبانش، ولكن كاين قوس اخر يعني على مستوى التغليف الخارجي، يعني داخل في منظومه التسقيف والتغليف ديال الملعب. وعلى ذكر التسقيف ديال الملعب، فمن خلال هذه الصوره الجديده يعني ما نقدروش انه نجزموا واش الملعب مسقف بالكامل او لا، واش مغطي بالكامل ولا لا. وللاسف انه هذه الحاجه تخليني انه انا شويه تنتحسر، لانه نهار تنخرجوا التصاميم الملاعب تنخرجوا تصويره واحده وما تتبينش معالم الملعب ككل. فماذا بينا انه المسؤولين يخرجوا لنا الفيديوهات 3 دي ونتبرعوا نشوفوا الملعب من على برا ونشوفوا الملعب للداخل وناخذوا فكره. لانه بقات 11 شهر لكان وبزاف ديال الملاعب ما عارفينش حنا التصور ديالها كي غادي يكون. على كل حال هذا الموضوع كما قلنا طيبناه يا ما هضرنا فيه وعلى كل حال راه قربت تبدا الكانو والمشكل هو المشكل، يعني ما غادي نعرفوا تصاميم الملاعب حتى تنتهي الاشغال، وهذا الشيء اللي كاين. على كل حال رجعوا الملعب الاولمبي، فالتغليف الخارجي زوين. الحاجه اللي عجبتني هو، ولكن ما متاكدش، هذاك يعني الشكل الخارجي كاينه شاشه تما، واش هذيك شاشه ليد ولا مجرد ملصق يبدا يعني سيتم اعتماده. ولكن تنتمنى انه يكون يعني تكون هذيك الشاشه ديال ليد، لانه الا كانت فعلا شاشه ديال ليد، شاشه عرض ليد، فغادي تعطي الملعب واحد الرونق. وحنا تعرفوا بانه الملعب فهو معني ليس فقط بمباريات كره القدم، لانه كما تعرفوا فهو سيحتضن بعضا من مباريات كاس افريقيا القادمه، خصوصا جوج المباريات ديال المنتخب التونسي في الدور الاول. فالملعب كما قلنا فهو ليس فقط معني بكرة القدم، ولكن معني كذلك بألعاب القوى. وأكيد أنه الملعب تم إنشاؤه خصيصا لاحتضان مسابقة الدوري الماسي اللي تحتضنها العاصمة الرباط في كل سنة. إذن الملعب إذا كان فعلا هذيك الواجهة الخارجية ديالو مكونة من شاشة ليد، فهذه تكون نقلة نوعية، والملعب يعني سيتم تصنيفه من مصاف الملاعب الحديثة والراقية على المستوى الإفريقي. الإشارة فقط للتصميم الداخلي من خلال الأشغال باين بأنه الملعب فهو من طابق واحد، يعني طابق أرضي واحد، والسعة ديالو فهي 21,000 متفرج. ولكن يعني طريقة البناء وحتى الشكل الملعب فهو يحتمل التوسعة. كيفاش التوسعة؟ بزاف الناس سولوني على أنه ممكن أنه نحيد الخندق. على ذكر الخندق، فهو يعني الملعب راه فيه الخندق بما انه ملعب ديال العاب القوى،
فكاينه طريقه ديال توسعه الملعب مستقبلا، سواء انه نحفروا، ولكن انا تنفضل الطريقه الاخرى اللي هي انه نديروا مدرجات علويه ونطلعوها من خلف المدرجات الحاليه اللي مبنيه. يعني الملعب هو قابل للتوسعه، وهادشي اللي تيخلينا نفكروا انه ممكن مستقبلا انه الملعب الاولمبي ديال الرباط الحالي اللي بسعه 21000 متفرج ممكن جدا انه يكون اكبر من ذلك، وممكن انه يحتضن تظاهرات كبرى، والفهم يفهم اكيد. اذا كانت هذه ملاعب الرباط ملاعب ممتازه بسعه متوسطه. بزاف الناس تيقولوا ملاعب صغيره والرباط، وهذا نفس النقاش البيزنطي اللي ما تنبغيش انا ندخل فيه. المهم انا تنعرف حاجه وحده، هو انه هاد الملاعب ديال الرباط عندها مميزات كبيره وحسنات كثيره. يعني اهمها انه الطاقه الاستيعابيه ديالها فهي متوسطه. يعني تعرفوا حنا بانه كاس افريقيا ما تجيبش جماهير كبيره، حنا ماشي هما اوروبا ولا يعني حتى في المونديال تجي الجماهير من كافه دول العالم. يعني تلقى مثلا الدنمارك تبعها 30,000 متفرج، النيجليزيه مع 40 و50 الف متفرج. يعني حنا في افريقيا على قد الحال، يعني ممكن يكون تنقل شويه محترم من دول الشمال الافريقي بحكم القرب من المغرب، ولكن دول الجنوب جنوب الصحراء فغالبا ستعتمد على الجاليه ديالها المقيمه في المغرب. يعني ماشي يكون حضور جماهيري كبير. حتى نتمنوا انه تكون البطوله ناجحه جماهيريا، ولكن بالنسبه لباقي المنتخبات يعني انغولا ولا مثلا منتخب بحال اوغندا ولا هذا ماشي يجيك جمهور كثير. يعني تواجد ملاعب متوسطه الحجم وصغيره نوعا ما في الرباط فهو يخدم مصلحه البطوله. كذلك موقع هذه الملاعب اللي كما قلنا انه تتواجد ضمن تجمعات سكانيه، هذه يخدم مصلحه البطوله، لانه كما قلنا ما يحتاجوش بزاف الناس انهم ياخذوا مواصلات ويركبوا وباش يمشيو ينتقلوا للملعب. لا، لانه الناس مثلا اللي ساكنين في اكدال يمشيو يدخلوا يتفرجوا في ملعب البريد، كذلك الناس اللي ساكنين حدا ملعب مولاي الحسن. يعني ملاعب في قلب مدينه الرباط ما كاينش مشكل، وبالتالي فالحضور الجماهيري سيكون مضمون خصوصا من الجانب المغربي. كذلك الميزه اللي كاينه وذكرتها في هذا الفيديو هو انه الموقع والمحيط، يعني داك لونطوراج اللي داير بالملاعب فهو جميل. يعني تجمعات سكانيه ومناظر خلابه، خصوصا هذه يكون التصوير الجوي. وكاينه كذلك يعني المبادره اللي كاينه حاليا في مدينه الرباط اللي هي ديال اعاده صباغه الواجهات ديال المباني، يعني باللونين الابيض والرمادي، يعني وازاله يعني المكيفات الهوائيه وحتى الاطباق ديال البارابول. فحاجه مزيانه. يعني هادشي كله تيخدم مصلحه المشهد العام والمنظر العام في الكان القادمه. واختيار 4 ملاعب في الرباط انا بالنسبه لي ضربه معلم واختيار موفق وحركه ذكيه من المنظمين المغاربه. اذا سالينا، كان هذا كل شيء بخصوص حلقه اليوم. أتمنى أنه تفاعلوا مع الحلقة وتعطوني رأيكم بخصوص ملاعب الرباط الجديدة. شكون هو أكثر ملاعب عجبكم من الملاعب الثلاثة؟ طبعا ما تذكروا ليش مولاي عبد الله لأنه فايتين ذكرناه وعاودناه شحال مرة ذكرناه، وإن شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا ليه. ولكن حلقة اليوم خصنا هاد الملاعب الثلاثة جديدة بحكم الصور الجديده اللي شفناها في البي دي اف ديال الكاف. ما كرهتش تعطوني رايكم بخصوصها، اين هو ملعب اللي عجبكم، واش كاع الملاعب عجبوكم، وشكون هو ملعبكم المفضل من هاد الثلاثه. ودائما في اطار من الحب ان شاء الله والاخاء والاحترام، لانه كلنا حنا خوت، وكما تنقولها ونعاودها حنا كلنا مغاربه وبغينا الخير لهاد البلاد، وبغينا انه ندوزو كان من المستوى الرفيع وتكون احسن كان، وهي ان شاء الله غادي تكون احسن كان، الكان الاستثنائيه الافكون المميزه في تاريخ افريقيا منذ نشاتها في مطلع الخمسينات من القرن الماضي. كان معكم الشارو، تبقاو على خير، دمتم بود، تبارك الله عليكم، والى اللقاء.